صغاري، هل تعلمون ماذا يعلمنا شهر رمضان؟ يعلمنا الصيام يا معلمتي. يعلمنا الصبر والطاعة يا معلمتي. نعم، هذا صحيح، الصبر والطاعة مهمان جدا. وهناك درس مهم جدا، وهو مساعدة المحتاج. هل تحبون أن نفرح غيرنا في رمضان؟ نعم. إذن سنقوم بجمع قفة رمضانية، نضع فيها بعض المواد الغذائية لنقدمها للعائلات المحتاجة. هل يمكنني أن أحضر الزيت أو السكر؟ بارك الله فيك يا جهاد، هذا عمل طيب. أحسنتم جميعا. تذكروا يا صغاري، العطاء لا يكون بالكثير فقط، بل بالقلب الطيب. ها نحن خارج المدرسة يا صغاري. اليوم سنطبق ما تعلمناه في القسم. أنا سعيدة يا معلمتي، هذه أول مرة أوزع قفة رمضانية. السعادة الحقيقية يا مريم هي أن نفرح غيرنا. إلى من سنقدم هذه القفة؟ سنقدمها للعائلات المحتاجة في حينا. فكرة رائعة! سنقدمها لعائلة تحتاج إلى المساعدة، ونفعل ذلك باحترام وابتسامة. يوسف، هيا بنا إلى بيت الجار. السلام عليكم، هذه قفة. وعليكم السلام، جزاكم الله خيرا يا أبنائي. هيا يا أبنائي، لنزور الجد ونسلم عليه. السلام عليكم يا جد. أنتم جميعا رائعون. شكرهم جعلني أشعر بالفخر. لأنكم اليوم تعلمتم درسا عظيما، العطاء ليس كلاما بل عمل طيب. شكرا! بعد انتهائنا من توزيع المساعدات الرمضانية، الآن سنزين الحي بالفوانيس. سنزين الحي بالفوانيس لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم.